السلام عليكم متابعين قناة البساطة في الطبخ والخياطة، شلونكم يا أحلى متابعات؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد. هواي انطلب طبعا تراكات القذيفة نزلت أني قبل فترة قياس الإكس لارج، وهاليوم طبعا راح أنزل قياس الميديم، يعني قياس يلبس تقريبا من عمر 15 سنة لحد 20 سنة، لأن تعرفون بناتنا هسه كلهم ما شاء الله عليهم ناعمات وقياساتهم تقريبا وحدة. فأنت إذا عندك قياس أكبر تقدرين تعطين للعرض زيادة وللطول وتمشين الشغل اللي عندك، اوكي، لا تتقيدين بالقياس اللي انا انطيك اياه. هاليوم عندنا هاي القطعة تشوفوها 2.5 متر قديفة، طبقتها 4 طبقات بالطول، تشوفون الطول الزيادة وين واصل هالشكل. راح اخذ قياس البيجامة مالته، وطبعا اليوم هو القياس اللي عندي هاي البيجامة انا اللي اياها اخذ على قياسها. طبعا تركت زيادة للاستيكة، تعلمي هالشكل تقلبين البيجامة، خلينا هاي الحافات المطبوقة تشوفون القماش على الحافات هاي مال الأفخاذ المطبوقة، يعني شيء كل سهل. تقدرين حتى على البنطلون نفس الطريقة تفصلين. اتركي هنا مسافة، إذا عندك بنطلون اترك مسافة الكمر، أنا هاليوم مسافة اللاستيك طبعا عريضة راح اتركها. اترك شوية عروض للزيادة، يعني للخياط القص من كل الجهات تشوفون للطول، واترك زيادة للطول، وخلصت البيجامة. ما راح اقول لك قياس السرج شبر شبرين 10 20، قلت لك حسب القياس اللي عندك. يعني عندك برمودا، عندك تراك سود، عندك بنطلون، تطبقيه بهالسهولة وتقصين، ما يراد لها كل صعوبة. راح اقطع اني هاي المساحة اللي مخططتها، ونرجع احنا وياكم نفصل التيشيرت. واليوم التيشيرت هو مو طويل، رادته لحد الكمر، يعني شغل كل سلس وحلو بسيط لا درجة. بس ما عليكم الا شو يسوون بنات، فعلونا الجرس اللي ما فعلته ويانا، وضغطي لايك بيدك الحلوة، خلي الفيديو ينتشر لأكبر عدد ممكن من البنات. اوكي هسه راح اقص هاي، ابقوا يعني تشوفون حبايب قلبي هسه فصحنا اللي مخططينه، وهاي البيجامه صارت عندنا، وراح يبقى هواي قماش كافي للتيشيرت مال التراك. اخذ من عنده تيشيرت والردن. هاي خلصناها. واكو فد ملاحظه مهمه سوالي البنطلون او البيجامه، هاي اللي تشوفون البيجامه 4 طبقات، تخلون 2 وناخذ الاثنين اللي فوق، او بالعكس نفس الشيء. هاي او هاي احنا نريد نسوي هاي الامام النيشن، هاي للخلف دائما نيشني، وهاي تيشيرتش للامام العفو الصدر يعني مال البيجامه. راح ناخذ من عنده قد 3 اصابع هالشكل تثليثه هالشكل، وننتهي بصفر ان شاء الله. واضحه 3 اصابع تنتهين بصفر، على مود يصير السرج مال البيجامه الامام اقصف من السرج مال البيجامه الخلف. عم باللبس تصير كلش يعني راهيه وما تضايقك باللبس. هالشكل راح نبدي من بدايه الكمر، هاي اللي فارق تشوفون بنات مبينه، هي هاي للصدر مال البيجامه الامامي، وهاي للخلف راح يصير. واذا تقدرين مثلا تطين فد تطعيم من البيجامه من هنا، تقدرين تفتحين البيجامه من الصباح وتخلين فد لون تطعمون التراك بعد، هاي تبقى بكيفك. هاي كملت البيجامه. وهنا طبعا فصلنا التيشيرت كأنما فصلنا الدشداشة عدله، بس تحكمنا بالطول مالته يصير يعني جوا الكمر او حسب الرغبه مال الزبون. تشوفون البقع راح ناخذ من عنده الردن، هاي الردن تبقى 4 طبقات، نريدها بالعرض هالشكل او نريدها بالطول. انا هاليوم راح اخليها بالعرض على مود المده مال القماش تشوفوها حلوه، مو هيك يعني تمد لان تفتق بالخياط. فعندي قماش زايد اسوي حتى لو بفد بوزمه، يعني الردن يصير مثلا اللي جاي هيجي واخلي لها فد بوزمه تصير هم حلوه ومرتبه. طول الردن طبعا دائما احنا نذكره هو 60 سنتيم، 3 شباره، 1 2، وتقريبا الشبر الثالث بينقص شوي راح اخليه للبوزمه، يعني الردن هاي كافي وزايده. والعرض طبعا راح ناخذه قلنا 24 سنتيم لان هي بنيه ضعيفه. هاي نتخلص منها الزيادات. اقص هذا القماش الزايد اول مره بعد ما احتاجه. علمتكم فصال الدشداشه، العدله، الكلوش، كل مراحل الدشداشه تقريبا كلها مذكوره على القناه. اللي تريد تفصل بنات تدخل على تشكيله الخياطه تلقي انواع الفصالات بها وشرحهم. هسه هنا 8 سنتيم قلنا هالشكل. دائما افصل هاي الردن وياكم ونصعد ميلان، ما يصير اقصها هلال عدله بكل فصالاتي هالشكل. تقعد الدشداشه باللبس كلش حلوه، ما يصير تفوت من الابط. وهنا أنا طبعا نخذ القرضة ونسوي تخصيرة
المعاصم والأبط. هذا النقماش زيادة عندي هالشكل. شوية نعطيها تعديلات. خلصنا الردن، وطبعا منها الأقمشة البقت راح أطلع البزمة وأطلع الرقبة مال التراك. اليوم ما نسوي دلعة لا مربعة ولا مسبع، رادوها رقبة نفس الرقبة مال البلوز. فمن هاي الأقمشة تبقى هسه أعلمكم على الماكينة شلون نسوي ياخت التراك أو الدائرة مال الرقبة ويا المدة هالشكل مال القماش. انتظرون إن شاء الله على الماكينة. قبل لا نروح على الماكينة مو تنسين ضغطة اللايك الحلوة من يدك. هلا بنات، رجعنا وياكم على الماكينة. راح نخيط احنا وياكم التراك. واليوم التراك بصورة عامة طريقة كلش سهلة، بدون لاصق بدون زيهات، بس موديل كلش راقي. تقدرين تحورينه للقياسات الأكبر مثل ما اتفقنا. وطبعا إحدى المتابعات طلبت مني بالفيديو السابق شلون أسوي المشدات أو الحزام. طريقة كلش سهلة. أنا طبعا راح أحتاج هم للتراك هذا المشدات من الصفاحة هسه تشوفون الموديل. مثل ما تشوفون هاي قطعة قماش عادية سواء قذيفة أو كشمير. راح أقلبها شكل على القفة. كنا نعرف طبعا، بس هي يجوز خطية مبتدئة شوية عدتها صعبة. اليوم المشدة أريتها كلش قصيفة، أخيطها من حافة وحدة. وبعدين أجيب أي قسم يسمونه صيخ أو شيش أو درنفيس أو أي شيء عندك هالشكل، يعني شيء ضعيف، تخلينه هالشكل وتقلبينه على الجهة الثانية بكل رهاوة. هو ينقلب على الوجه يعني يطلع. هسه انتظري شوي، تابعي هاي الخطوة وياي. راح نطبق أول مرة، أقفل من الجهة، هذا راح أقسمه اثنين أحتاجهم وهالشكل. هاي الحافة اللي قفلناها هالشكل بسويها بأظفرك أول مرة وتخلينها هالشكل. طريقة سهلة، وأنا قلت لكم أي شيء عندكم صعب وطلبوه بالتعليقات وأنا أبدأ لكم إن شاء الله من عيوني بنات. هالشكل دشون شلون راح ينقلب. هاي الحافة اللي خيطناها هالشكل. هاي الحزام اليوم أنا أريده مثل القيطان، بعد أنت تريدين أعرض أقصف هاي تبقى كيفك. شوف شلون طلعت هذا هالشكل. صارت مشدة كلش حلوة ونظيفة مخفية الخيوط. اوكي، راح اسوي هاي الثاني. كملنا المشدات اثنينهم. هسه اقول لكم هاي شو نسوي بيهم بعدين. راح نشتغل بالتيشيرت. اول مرة راح نشتغل بالبيجامة لان طريقتها كلش سهلة، وبعدين اشوقكم شلون راح اخيط التراك. طبعا هاي الردن هاي البيجامة لازم تصفطين قطع القماش قبل لا تخيطين، تتأكدين من عندها. خاف عندك قطعة ضايعة ما منفصلتها، فلازم هالشكل تخلين قماشك كله يمك يلا تشتغلين. تشوفون شلون الملاحظة هاي قلت لكم عليها بنات، هذا الظهر وهذا الأمام مال السرج. أوكي، احنا نيشنا تشوفون شلون نيشاني فيه. هسه راح أطبق هذا الظهر هذا السرج طبعا اللي عندي، راح أطبقه منها من البداية. تشوفون هاي الحافة منها وحافة منها راح أخيطهم منها. هالشكل طبقنا وراح نفتح القماش ونعطيه كسر بالماكينة، يعني خياط مرة ثانية، لأن تعرفون القذيفة لازم تتقوى مرتين بالخياط. أقلبها على الوجه وأكسر أقوي خياطي مرة ثانية، ويكون الكسر مالتي هالشكل. إن شاء الله واضح اليوم. على الحافة حاولي من تعطين تقوية للقماش على الحافة، تخلين الباية مالتك مو بنص الخياط. إن شاء الله هاي الملاحظات كلها بنات سجلوها عندكم. كملنا الظهر. هسه راح نجي نطبق جهة الأمام مال البيجامة نفس الشيء.
كملنا الطبق مال السرج. دا تشوفون شلون هذا الخياط لقص ديلكم، ما أعرف يبين بنات. هذا دا تشوفون شلون مسافة كلش قريبة، مو قطيع يعني تقويه هنا بنص القماش، لا على الحافة. هسه راح نكوف كفة عادية عمد نثبت اللاستيك هالشكل، وهي طبعا حسب الرغبة ما تعطي أهداء بالقذيفة، بس أنا راح أنطي كسر كلش هيك قليل على مود أتخلص من هاي البرم مال القذيفة، وبعدين أطبق الكفة مال اللاستيك. هسه بعد ما كفينا الحافة دا تشوفوها عمد أتخلص من هذا البرم مال القذيفة. عندي هاي اللاستيك العريضة، راح هالشكل ما أصعبها لكم، ما أطبقها هالشكل وبعدين أسحب، لا راح أخليها هالشكل، يعني شغلة كلش سهلة. أخليها هالشكل وأقلب القماش هالشكل وأثبت من هنا، وبعدين أسحب وأخيط، يعني شلون نسوي اللاستيكة مال الردن بالضبط. ثبتها هالشكل. يعني أخلي اللاستيك داخل القماش وأخيط على الحافة على مود تصير عندي المسطرة مال اللاستيك مرتبة. بعد ما كملنا اللاستيك هالشكل صار حلو ودشفونه طريقة كلش نظيفة. هسه راح نسوي الكفة مال البيجامة حسب الطول اللي عندكم. هالشكل أنا راح أكفها مرتين وبعدين أطبق البيجامة. أنا مطية زيادة بالطول. البيجامة كملت، ما عندنا شي، خلصناها. هسه راح نروح للتيشيرت ونشوف طريقة التيشيرت اليوم كل سهلة، بدون لاصق بدون دلعة. هسه شوفوها. هاي الردن أول مرة راح نبلش بالردن. أنا قلت لكم الردن من أنا أسويها بزمان. أوكي، ناخذ قطعة مال قماش، أنا ماخذة تقريبا 10 سنتيم عرضها، والطول حسب عرض البزمة من هنا. قطعتين كل وحدة لها وحدة هالشكل. سهلة هاي الطريقة. القماش لازم يكون هالشكل يمد على مود يقلص هاي المسافة اللي عندنا. تشوفوها لازم ناخذها أقل من عندها. تشوفون المسافة شقد؟ تقريبا يعني بال40 سنتيم، يعني شبرين. هاي لازم تكون كلش أقل من عندها على مود تخرط الردن هالشكل. نسحب هاي المسطرة اللي خليناها هالشكل كأنه ما نتعامل وياها مثل اللاستيك، ونخيط على الحافة مال المحاصم. شلون صارت حلوة. هسه شنو راح نثبت عليها مرة ثانية، مو هالشكل تبقى مو حلوة، لازم نثبت هالشكل، نخيط بس نخيط ونسحب هالشكل عم لا تفتق. خلصنا الردن الأولى، راح نبلش بالردن الثانية. نجي نشتغل بالصدر. هاليوم أنا الصدر والظهر حافرته كله، قلنا العرض 4 أصابع ونزال 4 أصابع يعني 8 تقريبا سنتيم ب8 سنتيم. راح أخذ الصدر شوية أنطيه حفرة قليلة، أنطيها تقريبا يعني فد 7 سنتيم الطول مال الدلعة. هاي قبل كل شي لازم نخلي زيهات بالصدر. أنا هاليوم راح أخذ هاي موجودة عند اللوازم. انطيت هذا اللون على مود يحكس اللون مال القذيفة، يعني مو لازم نفس اللون. كملنا. طبعا هاي ما احتاجتها لاصق لان هي بيها لاصق الجو. هاي القطعة اذا بدو لاصق لازم تخلي لاصق. يلا تخيطين طبعا الشغلات. كملت هاي القطعة مثل ما شفتوا، ثبتناها بالدنابيس وبعدين مشينا عليها بالماكينة، يعني شغلة كلش عادية. هسه راح نشتغل بالياخة مال التراك او الرقبة، وطريقة كل سهلة طبعا بدون سنجاف ولا أي شيء. نطبق تك من الأكتاف، يعني نطبق جهة من الأكتاف، نخلي كتف على كتف، أي جهة تختاريها اليمنى أو اليسرى،
طبقيها هالشكل. هنا راح يصير شغلنا. تشوفون هاي الدائرة مال الظهر والصدر، هاي طبقنا هنا كتف واحد قلت لكم، هنا راح يصير الدلعة مال الظهر والصدر. راح نشتغل عليها بهذا الشريط اللي هي قطعة من القماش عرضها 10 سنتيم، والطول مالتها حسب الدلعة مال الركبة ومال الظهر، يعني حسب المسافة اللي متروكة اثنينهم. شلون اشتغلنا بها البزمة مال المعاصم مال الردن؟ نفس الشغل راح اشتغله اني على الدلعة مال التراك او الركبة وفتحة الظهر، يعني امشي عليهم هاي القطعة دائري على مود اتوصل الى ياخة مال بلوزة. يعني نوبات تشوفون بالبلوز تصير ياخة نص ياخة احنا نسميها مال بلوز، هي هالشكل شغلها. راح هالشكل بنات اخلي هاي قطعة القماش وابدي من بداية الدلعة وامررها نهاية دلعة الظهر. إن شاء الله مفهوم الشرح. أطبق جهة واحدة من الأكتاف على مود توصل إلى مساحة مفتوحة بين الصدر وبين الظهر، وأمشي عليهم هاي القطعة وأتوصل إلى بلوز نص ياخة كلش حلو. هاي كملت مال الظهر والصدر. راح هسه شو أسوي؟ راح أطبق الجهة الثانية مال الكتف الثاني هالشكل. يعني طريقة سهلة، بس انتبهي على الخطوات وراح تكون عندك كلش سهلة. وتقريبا هاي أول مرة أنا أنشرها على القناة، لأن هسه الموديل مالتها حتى يستعملونه للجلبيات تقريبا كلش حلو، وللبلوز اللي هسه يسمى يعني احنا نسميه هانج يعني نص رقبة، موجود هاي الطريقة هواي على الانستا. تشوفون شلون الدلعة صارت هالشكل ياخت التراك. ان شاء الله وضحت كل سهلة بنات. مجرد تطبقين جهة من الكتف وتمررين القطعة، بس تكون اهم شيء القطعة بيها مادة سواء فيزون او قديفة على مود تتعاملين وياها نفس اللاستيكة، وتطبقيها ما يراد لها شيء متكملين تطبقين الجهة الثانية مال الاكتاف. هسه راح نكمل الردين وطريقة كلش سهلة وتراك كلش حلو واضح الفصال مالته اللي اخذ شفوه كلش حلوة وثابتة باللبس. هسه راح نشكل الردن. ما بقى عندنا شيء. القرضة هاي مال الردن كلكم حفظتوا شغلي، نخليها على خط الكتف هالشكل، ونبدأ. أنا أول مرة أخيط جهة ورا جهة، يعني ما راح أخيط هاي الجهة وبعدين أخيط هاي الجهة، ونفس الشيء بالردن الثانية. كملنا واحدة راح نكمل الثانية. كملنا راح نطبق التراك، وبعد الخطوة راح نسويها احنا وياكم الموديل مال المشدة. يصير هنا بالحافات مال التراك. اوكي هسه راح نطبق اول مرة. بنات تنتبهوا من نطبق الحافات مال التيشيرت يعني الجهتين نخلي مسافة، قد 10 سنتيم 12 سنتيم على مود نسوي المشدات هنا. هسه هاي كملتها. راح اسوي الثانية الجهة الثانية. هم اترك نفس المسافة. ايش راح نسوي بنات؟ هاي الحافات تشوفون مال التيشيرت، وهاي المسافة اللي تركناها. اول مرة راح اكوف الحافات منها يعني الذيال مال التيشيرت، وبعدين اقول لكم ايش راح نسوي بالجاكات هاي الخينة او الفتحات. بنات هالشكل تقريبا فد 3 سنتيمات عرض الكفة من هنا هالشكل. تشوفون هالشكل ان شاء الله واضحة. واني اكف من هنا راح اخذ هاي المشدة او القيطان اللي سويناه احنا وياكم، اخليه هالشكل وارجع عليه الكفة اللي اريدها، وبعدين هالشكل دائري اطلع لها من هنا على مود اجي اسحبها. تصير عندي هاي سحبة هالشكل، سحبة بالتراك من الحافات ومن الذيال. كلش حلو هذا الموديل، حتى تحتاجي للردن منا بالزند مال فيكات الردن هم هالشكل كلش سهلة. هالشكل نثبت الحزام. اول مرة نقرض قرضة كلش صغيرة على فتحة الجاكة اللي تركناها اللي جاي هالشكل. انطي هاي فتحة هالشكل، خاطر من اجي داخل الحزام ما تبوظ هالشكل. يعني هالشكل ان شاء الله واضحة هالشكل. هسه راح نشتغل احنا وياكم الاول وحدة.
اخلي هاي هالشكل، اخليه هيج وراح هالشكل اكف كأنما اتعامل ويا لاستيكة مال بيجامة. تشوفون بنات هاي القيطان اللي عندي هالشكل، واخليه مخفي جوا القماش. وهاي الفتحات هسه اللي فتحتها احنا وياكم شلون فادتني، خاطر من اجي اخذ الحزام هالشكل من هنا ما تبوط عندي هالشكل، واترك هالشكل اجي الوف الباية مال الماكينة، ما راح اخيط من الوسط، راح اترك ارجع منها على الحافة الثانية اخيطها هالشكل. نفس الشي هذا القيطان هالشكل. هاي القرضات تشوفون، وهذا الحزام تشوفونه بنات، هذا الحزام هالشكل، وهذا الحزام من جوا المشدة هالشكل، من تنسحب يصير هالشكل. ايش قد ما تكبريها بعد تصير احلى، ايش قد ما تعطينها مجال بعد انت بكيفك. هاي تفيد حتى هنا للردن، كلش حلوة هاي الفيكة. تشوفوا هاي اول مرة بنات اشتغلها لكم، ان شاء الله تضبطوها كأنما تتعاملون وياها لاستيكة مثل مال البيجامة هالشكل. تشوفون شلون؟ ان شاء الله اللون اليوم واضح. وهاي المشدات هاي تقدرين تخلين بيها خرزة من الحافة، بدون خرزة كيفك. راح اشتغل وياكم الجهة الثانية نفس الشي. هاي الجهة الثانية قلنا نط فتحة منها بنهاية الخياط مال الجاكة هالشكل، هالشكل. ونجي نكمل، ناخذ القيطان مالتنا من القماش من اي لون، تطعيم شريط، هاي تبقى بكيفك هالشكل، وتخيطين داير ما دايره. وهنا كملنا الجهتين مال التراك وطبقنا وخيطنا البيجامة، ما بقى شي الا نشوف هذا الموديل اللي صممناه احنا وياكم البسيط على الملكانة، وتعطوني رأيكم بيه طبعا، وتضغطون لايك من يدكم الحلوة تقديرا إن على تعبنا هذا، وإن شاء الله ما نقصر وياكم بأي معلومة احنا نعرفها. هسه راح ننتقل للملكانة ونشوف تراكنا شلون صار. وهنا طبعا وصلنا نهاية الفيديو. تشوفون التراك مالتنا، طبعا هاي البيجامة اللي أقصتها والخطوات اللي خيطناها احنا وياكم، وهذا الفيكة اللي خليناها بوسط التراك. ودشفون الياخة مال التراك تجنن باللبس طبعا كلش راقية. هنا البزم اللي اشتغلتها انا وياكم، وهاي المشدة اللي اقصتها بنات، ايش قد ما تطوليها تعطيها طول بعد اكثر، تعطي بعد فيكة اكثر، ويصير بيها كسرات من الوسط بعد احلى. ان شاء الله اليوم هاي الخطوة فادتكم، الملاحظة كلش كلش مهمة لكم. ما عليش تعطينا اعجاب للفيديو ولايك حلو من يدك الحلوة، خاطري ينتشر عن الفائدة لأكبر عدد من البنات. وإن شاء الله ما قصر وياكم كل معلومة أعرفها عن الخياطة. تحياتي لكم غوالي وين ما تكونون، إن شاء الله مرة ثانية عجبكم هالفصال.